بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مع قناة أم حاتم. نقول لكم صباح الخير عليكم يا أحلى وأغلى مشتركين على قلبي. إن شاء الله تكونوا بخير، وليداتكم بخير، وكل مشتركين تاوعي يكونوا إن شاء الله بخير، القدام والجدد. واش نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. يلا حبيباتي بارطاجيو الفيديوهات نتاعي فضلا وليس امرا باش يوصلكم كل جديد. ونمروا للدعاء نتاعنا ان شاء الله. اللهم في هذا اليوم فرج همومنا ونفس كربنا واقضي ديوننا واشفي مرضانا وعاف موتانا وارحمنا ويسر امرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب وحقق لنا دعاء اليوم يا رب العالمين. روحوا درك حبيباتي العجينه نتاع الكيش اللي راح نديرها لكم اليوم رائعه. واش نقول لكم عليها؟ تسخف ديروها ان شاء الله في رمضان هذا. كما راكم تشوفوا لهنا درت 500 غرام فرينه، درت لها اكثر من نص كاس زيت، ملعقه بومبي نتاع المارغرين ما يعادل 50 غرام، ملعقه ملح. حبيباتي تقعدوا ديروا الفرينه نتاعكم بصبع يديكم فقط باش تجيكم مرمله. هذيك الفرينه نتاعكم تجيكم مرمله ويدخلها وتتبس مليح. ومن بعد حبيباتي نضيفوا زوج بيضات. نجيب زوج بيضات تاعنا نكسروهم مع الفرينه نتاعنا ونديروا لها ملعقه خل ابيض، يدير لها قرمشه رائعه كما راكم تشوفوا. وندير لها ملعقه صغيره نتاع خميره الكيميائيه، ونلمد لهنا العجنه نتاعي بالحليب. درت ليه زدت ليه نص كاس حليب بالضبط، ماشي نص كاس حبيباتي، عفوا كاس حليب بالضبط. تقعدوا تلموا العجنه نتاعكم تلمدوا فيها برك ما تعجنوهاش بالطريقه هذه. ومن بعد تحطوها حبيبه في الثلاجه ترتاح. وانا لهنا راني نوري لكم لهنا ديتها حطيتها ترتاح. ونوري لكم لهنا ليمون تاعي. لهنا راح جبت ليمون تاعي تاع الكيش، ودرت حتى في المول تاع البانكيك. حبيباتي الكيش واش عندك تقدري ديري فيه، ماشي شرط في ليمون هذو. لهنا جبت العجنه نتاعي، بديت تشوفوا حبيباتي كيف تبان بس هشيشه ما شاء الله، طريه طريه. كي تقعدي تخدمي فيها تحسي بها باللي راهي ما شاء الله. المهم حبيباتي لهنا تقعدوا تضغطوا على العجينه نتاعكم وتخدموها بالطريقه هذه. هذا حبيباتي الكيش طلبته مني مشتركه من معسكر. المهم حبيباتي راني درته من قبل وعاودت على خاطرها. المهم حبيباتي ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه في رمضان هذا يا ربي. يا ربي فرج علينا، ويا ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وكما قلت لكم حبيباتي نخدموا بالطريقه هذه الكيش تاعنا كما قلت لكم حبيباتي، ونقعدوا نضغطوا في النص هكا ونحلوا بالفرشيطه نتاعنا بالطريقه هذه حتى نكملوا المولات تاعنا كل. لهنا جبت هذا اللي الشكل تاعو تاع القارب ثاني درتو، يمدلو شكل رائع يهبل. نقعدوا نضغطوا في الوسط تاع العجينه نتاعنا بالطريقه هذه حتى نسقموا الحبه تاعنا مليح والزوائد نحيوهم ونحلوا بالفرشيطه. كان شي هو داخل العجينه نتاعنا باش ما تنخش. شوفوا الاشكال اللي درتهم حبيباتي ها هما كي وريتهم لكم. ودرك نكمل نخدم الحلوه تاعي كل نكملها. والحبات اللي قعدوا لي حبيباتي درتهم في المول هذا تاع البانكيك تاعي ثاني. شوفوا حبيباتي تخدموا تضغطوا بالفرشيطه هكا ما تهبط لكمش نهائيا الحبه تاعكم نتاع الكيش. درك حبيباتي نروحوا للعجينه نتاعنا. لهنا الحشو اختياري، كيما حبيتي تخدمي الحشو ديريه. لهنا حطيتو طاب جبدتو وشوفوا كيفاش جا احمر ما شاء الله، يسخف. طيبوه من التحت ومن بعد نحيوه كيما قلت لكم. نروحوا للحشوه نتاعنا. انا لهنا درت فلفل حلو، درت فلفل حار، بصله نتاع الشلوط حبيباتي. قصيت اول حاجه البصله رحتها في درت كميه تاع زيت في المقله. ومن بعد لحت المكونات تاعي كل. درت حبه زروديه متوسطه معاهم، وقعدت نقصت النار وخليت الخضره تاعي تطيب في عقلها. وزدت قصيت الدبشه تاعي ثاني وجدتها بالطريقه هذه. من بعد كي طابت الحشوه نتاعي لحتها في لا ريسيبيون نتاعي خليتها تبرد. ومن بعد حبيباتي ضفت عليها الدبشه تاعي. لهنا درت لي زيبيس، درت فلفل احمر حار، درت كزبر، درت فلفل الكحل، ثوم مرحيه، درت زنجبيل. المهم بالطريقه هذه كما قلت لكم نلوحهم في لا ريسيبيون نخليهم يبردوا ومن بعد نضيفوا الدبشه تاعنا عليهم. ولهنا عندي درت دجاج حبيباتي اشيتو. نتوما الدجاج تاعكم لوحوا صدر دجاج نص دجاج برك، لوحوه في الماء يغلي مع كميه تاع رند بصله. المهم ديروا مرق ابيض نحيوهم بعد فتتوه. لا تفضل لكم اللحم مثلا درتو حاجه بات لكم اللحم تاعكم تقدروا ديروا به نورمال كيش تاعكم.
بالطريقه هذه. انا لهنا اشيت الصدر تاعي تاع الدجاج كما قلت لكم، وبديت نلوح فيه، نلوحوهم في القوالب تاعنا تاع الكيش هكا بالطريقه هذه حتى نكملوا الصدر تاعنا كل تاع الدجاج. لحت كيما راكم تشوفوا القوالب تاعنا ثاني لحت فيهم كميه، ومن بعد نجيبوا الكميه تاعنا تاع الخضر نلوحوها بالطريقه هذه، نحشيو ما نطعمروهمش بزاف باش من بعد يبقى نديروا الفرماج تاعنا والسوائل تاعنا اللي راح نديروهم مع الكيش تاعنا. لهنا نعمروا القوالب تاعنا لهنا بالخضره تاعنا اللي درناها، نمروا كل القوالب تاعنا، ومن بعد نكونوا موجدين الزيتون تاعنا اللي راح نحطوه ثاني فوق الخضره تاعنا هكا بالطريقه هذه. قادرين حبيباتي تخلطوا كل شيء ثاني مع بعضه وتلوحوا على خطره وتحطوا السوائل تاعكم، ولهنا نستفوا داخل المول كيما راكم تشوفوا. لهنا راني نحط في الزيتون تاعي، هذا اختياري كل واحد كيما يبغي يخدم. قاعدين تخلطوا مكونات كل مع بعضها، ومن بعد بالسوائل بكل شيء تحطوا داخل القوالب تاعكم تاع الكيش. المهم اللي هنا درت السوائل تاعي، درت كاس حليب، 2 بيضات، درت فرماج اللي هنا درت شيدار. ديروا كميه صغيره برك من الملح باش ما يجيكمش الملح، كلش طيبوا مالح، فلفل كحل، ونحكموا السوائل تاعنا ونفرغوا على القوالب تاعنا تاع الخضره والعجين تاعنا تاع الكيش. المهم حبيباتي بالطريقه هذه حتى نكملوا جميع القوالب تاعنا. ما تنساوش تديوه على الفور على درجه حراره 180 درجه. هو وكل شيء تاعنا طيب حبيباتي. طيبوا من تحت كي تشوفوا طابت الخضره تاعكم بدات تنشف، زيدوا شعلوا لها من الفوق. وكي تجبدوا حبيباتي تكونوا مربيين الفرماج تاعكم وتضيفوا عليه وترجعوه يذوب لكم الفرماج هذاك ويجيكم ما شاء الله رائع. ان شاء الله تجربوه في رمضان هذا، تجربوه وينال اعجابكم. وهو جاي سخفه حبيباتي والله العظيم، يعني ماشي نشكر في روحي والله. يسخف واش نقول لكم، الذوق تاعو ما شاء الله يسخف. انا قصيت معكم حبيباتي حبه لهنا نوري لكم. شوفوا والله العظيم بسس واش نقول لكم عليه، يعني واحد كيحلف بزاف ماهوش مليح، بصح انا لهنا حلفت لكم رائع رائع ذوق وشكل واش نقول لكم. ان شاء الله ربي يدوم علينا هذا النعمه يا رب العالمين. وما تنسونيش بالاشتراكات وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. واش نقول لكم، السلام، تبقاو على خير.